البيت مش مجرد حيطان، البيت قلوب بتطمن. والعيال مش لعبة، العيال أرواح ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بيها. الأرواح دي بتتشكل كل يوم على اللي بتشوفه جوه البيت. كل يوم خناقة، وكل يوم خيانة، كل يوم أنانية باسم أنا تعبت، أنا زهقت. طب فين اللي كانوا بقى سبب العيلة دي؟ وفين شكر ربنا سبحانه وتعالى على اللي وهبه لنا من بيت ومن أسرة ومن شريك أو شريكة ومن أولاد ربنا رزقنا بيهم؟ فين العقول اللي المفروض تحفظ مش تهد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بوضوح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني كفاية ذنب على الإنسان لما بيضيع اللي تحت مسؤوليته. السؤال هنا: كم بيت بيتخرب كل يوم بالاستسهال وباللامبالاة وبالأنانية؟ في زمن السرعة والسطحية والإنترنت والموبايل اللي بقى في إيدينا 24 ساعة بسبب وبدون سبب، بيوت كتير قوي بتتهدم وبتتشقق، مش بس من أول خيانة على فكرة، لكن من أول تجاهل للإشارات والنعم ربنا سبحانه وتعالى اللي المفروض نصونها. أول مرة لما الزوج ما بيسمعش والزوجة ما بتصبرش نهائيا، من أول كلمة بتتقال في لحظة غضب وبتفضل تعيش في القلب سنين. البيوت على فكرة ما بتقعش فجأة، البيوت بتتاكل بالأنانية وبتتاكل بالخيانة وقلة الرزق وقلة البركة. كل واحد بيفكر في نفسه بس، في راحته وفي وقته وفي مشاعره، ونسينا إن الجواز أصلا مش معمول ساحة معركة وساحة تحدي وساحة مين يسرق مين ومين ينهب مين. ده مشروع حياة، مش تحدي مين يغلب التاني، لكن رحلة فعلا مين اللي يقدر يحافظ على التاني ويحافظ على الكيان اللي بيتبني ده، لأن المفروض إنه ما بيبنيش بالسهل. الخطر الحقيقي على فكرة مش الطلاق، الخطر بيبقى قبل الطلاق بشوية. الخطر في الخيانات، وبالذات الخيانات الإلكترونية اللي بقت منتشرة جدا الفترة دي، بإن الإنترنت والموبايلات بقت في كل بيت وبقت في إيد كل الناس. بقى سهل قوي إن الواحد يفك عن نفسه، أو ده في تفكيره يعني يفك عن نفسه، أو يحاول يعمل حاجة فيها شغف، فيها تجربة، يحس إنه لسه يعني مطلوب، لسه مرغوب، فيروح للخيانات الإلكترونية أو حتى الخيانات الحقيقية لا قدر الله. كلمة ونظرة وإعجاب سر بنقوله وبنتكلم براحتنا من غير ما حد بيحكم علينا وبيجادج علينا في محادثة بيننا وبين حد. والخطر هنا بيبقى مش بس في سهولة الموضوع ده، لا، في القادم فيما بعده. الخطر مش في غياب الأب أو في أم عمالة تتسلى بالمقارنة وبالتفاخر بدل التربية وبدل إن هي تاخد بالها من بيتها ومن أولادها ومن زوجها. الخطر في إن الأولاد بيسمعوا الجدال والخناقات وبيسمعوا الخيانات للأسف بدل الحكايات، وبيشوفوا الكره ده بدل الرحمة. أنا رسالتي لكل زوج: بيتك ده أمانة على فكرة، ومراتك دي مسؤولية، وأولادك دول رعاية. مش قوتهم في الفلوس اللي انت عمال تجيبها، قوتهم في الحنان اللي بتزرعه وفي الاهتمام اللي انت بتديه لزوجتك او لاولادك بشكل او باخر. اللي بيضيع اولاده بانشغاله او بخياناته حتى، او انك تكون يعني زي لو بتبص بره، ده مش بس بيخسرهم على فكره، ده بيخسر نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. كلامي لكل زوجه برضه، كل البيت، كل ام: بيتك ده مش سجن انت رحتي اتسجنتي فيه، لكنه مكان لرسالتك او رسالتك في الحياه الحقيقيه. حقوقك على فكره محفوظه، بس ما تنسيش انك عمود البيت الرئيسي. الطلاق عمره ما كان